بين أفضل 10 لاعبين بالدوري الياباني، وأيضا أفضل لاعب في سنة 2008. هذه كرة فيها هدف أول لصالح المنتخب الياباني. وزيدي يا جراح، وزيدي يا جراح، المنتخب الياباني يسجل أول أهدافه. زيدي يا جراح، وجروح الجماهير السعودي مهيلة الآن في هذه المباراة. زادت الجروح وتفاقمت ولا زالت تستمر. منتخب السعودي بلا روح، وجمهوره يتلقى مزيد من الجروح. هذا الهدف الأول الآن لصالح المنتخب الياباني. يسجل أول هدف في المباراة بكرة ملعوبة ممتازة. بعد ذلك تعامل سليم مع الكرة الماضية، إيداع الكرة في الشباك من أوكازاكي. أوكازاكي ينجح في الوصول للهدف الأول لمصلحة المنتخب الياباني. تصفيات كأس العالم التقوا عام 93. هنا هدف ثاني، وهنا هدف ثاني. حتم المنتخب عربي يغادر الآن، بإمكاننا أن نقول منتخب عربي. المنتخب السوري عليه أن يغادر البطولة، عليه أن يغادر المسابقة. هدف ثاني الآن لصالح المنتخب الياباني. المنتخب الياباني يسجل هدف ثاني في المباراة. لا جديد، لا جديد، سواء الأهداف ما زالت تسكن شباك المنتخب السعودي، ما زالت تختار شباك المنتخب السعودي. هذه الكرة الماضية الرأسية إلى هدف ثاني لصالح المنتخب الياباني. آسيا الكل خرج ووادع، في دورة الخليج الكل خرج ووادع، وعلينا أن نتقبل هدف ثالث. يعني بصراحة يا أعزائي، يا لاعبين منتخبنا، يا لابس القميص الأخضر، ترى هذول اليابان مش ألمانيا، هذول منتخب اليابان مش منتخب ألمانيا. عن 3-0 في 18 دقيقة. بصراحة أنا أقول أن هذا أسوأ جيل يمر على كرة القدم السعودية، والمشكلة أن هذا الجيل هو أكثر جيل يحصل على العقود في تاريخ الكرة السعودية. يعني هذا الجيل، ماذا نقول عن ماجد عبد الله، عن يوسف الثريان، عن محسن الجمعان، عن فهد المصيبيح، عن صالح النعيمة. نقل العرضية إلى منطقة الجزاء، إلى هدف رابع. عد يا عداد طول السنة ماشي. هدف رابع لصالح المنتخب الياباني بعد دقيقة 5 في شوط المباراة الثاني. المنتخب السعودي يتلقى الآن الهدف الرابع في شباكه من عرضية ممتازة جاءت على رأس مايدا. يسجل الهدف الرابع الآن، وشباك وليد عبد الله تتلقى هدفا رابعا في البطولة، أو في هذه المباراة في البطولة، هو الهدف السابع بهذه البطولة. والهدف الرابع الآن لمنتخب اليابان. عرضية ناجحة ورأسية أنجح، وكرة في الشباك تستقر بمرمى وليد عبد الله إلى كرة طويلة ساقطة وسط منطقة الجزاء. محاولة مرور، ما زالت الكرة خطرة، حذاري من هذه الكرة. التمرير والكرة داخل المنطقة، وهدف خامس. هدف خامس للمنتخب الياباني. هدف خامس للمنتخب الياباني. وكأني أتذكر الحديث ليلة البارحة بين الدكتور مدني رحيمي والزميل فيصل أبو اثنين في برنامج المجلس. يعني كأني أتذكر ما دار في الحديث. لاحظ الجمهور السعودي لم يجد بدا من أن يحيي المنتخب الياباني.